بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس. يلا يا اهلي، الكلمتين دول بنسمعهم دلوقتي بقالنا 10 سنين. لا 10 سنين ايه ده؟ الاهلي خد البطوله بس لوحده 10 سنين. طب 15 سنه؟ لا اكتر. طب 16؟ طب 20؟ طب 30؟ طب 50؟ زي ما انت عايز تقول قول. الاهلي الحقيقه هي مش كلمه يلا. الاهلي بالنسبه لي، مش بالنسبه لي انا كاحمد شوبير، يعني بالنسبه لي كمصري، كانه خلص الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه وطلع في كل الدور الاول. انا يا عم ماشي، ما هو كل ده سهل يعني، بس خلينا بقى نشوف هيعمل ايه بعد كده. فقوم ياخد الماجستير بامتياز مع مرتبه الشرف، وياخد 5 10 7 20 دكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف، وبعدين يبقى الكبير، يبقى العظيم، يبقى الأول. لما تبقى الأول خلي بالك لازم الناس هتحقد عليك، هيبقى في اللي بيحبوك وهم كسر. يعني أنا ما أقدرش أحدد عدد ملايين، لأنه هبقى ظالم للنادي الأهلي لما أتكلم على عدد معين من الملايين. أنت بتتكلم على مصر وإفريقيا وعالم عربي وشرق أوسط وشغلانة كبيرة جدا، يعني في أعداد مهولة لا يمكن أن تعد أو أن تحصى أو نقدر نقول رقم يعني. فبالتالي الأهلي لما كل سنة بيوصل نهائي إفريقيا في وسط ما بعضا من الكارهين، وده أمر طبيعي. طول ما أنت ناجح، طول ما أنت شاطر، طول ما أنت الأول، طول ما أنت الألفة، أكيد في اللي بيكرهك، أكيد في اللي بيحقد عليك، أكيد في اللي ممكن يقطع مسافات طويلة جدا عشان يجي يحاول يرميك بحجر أو يقول عليك كلمة أو يسمعك حاجة. لكن تخيلوا حد ماشي بالسكة دي وماشي زي القطر أو الطيارة أو الصاروخ. هل ممكن طوبة توصل لصاروخ؟ أعتقد مستحيل يعني، لا يمكن على الإطلاق يعني. وبالتالي النادي الأهلي الحقيقة أصبح هو النموذج المشرف لمصر على مستوى الكرة الإفريقية والعربية والعالمية. الكلام ده ما بقولوش اعتباطا. الأهلي يوم الأحد بيلعب إن شاء الله مباراة الفاينل الرابعة على التوالي، يعني الستة من 7 بطولات، وإن شاء الله إذا فاز بيها يبقى فاز ب11 بطولة، وإذا ما فاز بيها يبقى موجود في النهائي باستمرار. وإنه عامل إزعاج وعامل رعب وعامل قلق في الوقت اللي الناس كانت خايفة إن النادي الأهلي يخرج من دور المجموعات. لكن الأهلي ما بيخرجش من دور المجموعات. لا، الأهلي ما ينفعش يخرج من دور المجموعات باختصار، لأنه الأهلي طبعا النادي الأهلي. أنا على فكرة ما بقولش كلام مبالغة، أنا بقول الواقع عشان ما حدش بس يتكلم إن أنا بقصد أو بعمل. لا، أنا بتكلم على الواقع الحاضر. آخر مرة الأهلي خرج من دور المجموعات لما كنا أطفال. فالأهلي ذهب إلى المغرب وهو عارف كويس أوي الناس هناك بتحترمه إزاي، هو عارف كويس أوي الناس هناك بتقدره إزاي، والناس مستنياه إزاي. صحيح ذهب بفوز صغير كان من الممكن أن يكون كبيرا، لكنه إن شاء الله هذا الفوز هيكون محفز للاعيبة إن شاء الله إن هم يكونوا في أفضل حالاتهم، وإن هم يقدموا لنا مباراة رائعة. التوفيق من عند الله، والبطولة من عند الله، والنجاح من عند الله. لكن الأهلي في كل الأحوال ناجح، الأهلي في كل الأحوال في الفاينل، الأهلي في كل الأحوال في النهائي. الأهلي يستقبل استقبالا رائعا يليق باسمه وبكيانه وبقيمته. الأهلي على مر العصور، الفريق مرتجي، والكابتن صالح سليم، والكابتن حسن حمدي، والكابتن عبد صالح الوحش، والكابتن محمود الخطيب، والمهندس محمود طاهر، وكل القيادات العظيمة التي تولت قيادة هذا النادي وهذا الصرح الكبير. الأهلي وفي استقباله سيد سفير ياسر عثمان وكثير من المحبين المحترمين العاشقين لمصر. انت بتبقى خارج مصر فاللي بيجي لك هو عاشق لبلدك. هنا بتنتهي الانتماءات، بتشجع النادي الفلاني او العلاني انت مصري، غير كده تبقى انت مريض، غير كده تبقى انت مش في وعيك، غير كده تبقى انت انسان مش طبيعي، غير كده تبقى انت انسان خارج حدود الزمن.
الاهلي زي ما انتم شايفين رئيس البعثه الكابتن حسام غالي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب اللي بيقدم حسام غالي عليه لانه هو رئيس البعثه، ومعاه محمد الجرحي ومعاه طارق قنديل وسبقهم خالد مرتجي وسبقهم محمد سراج. وخلي بال حضراتكم كل على حسابه، على حسابه بمعنى على حسابه يعني. استقبال راقي يليق بالنادي الاهلي، استقبال راقي يليق باعظم الفرق، في اعظم فريق في القاره الافريقيه هو النادي الاهلي، في صحبه نادي الوداد النادي العربي الكبير، النادي الافريقي الكبير، نادي محترم نقدره ونجله ونحترمه. لكن ان شاء الله النادي الاهلي اللي هو اكثر نادي في العالم فوزا بالبطولات 146 لقب، النادي الاهلي اللي واخد 47 دوري، واخد 38 كاس مصر، واخد 42 دوري، واخد 38 كاس مصر، واخد 13 سوبر، واخد كاس الاتحاد المصري مره، واخد دوري منطقه القاهره 16 مره، واخد كاس السلطان حسين 7 مرات، واخد دوري ابطال افريقيا 10 مرات، واخد ابطال افريقيا ابطال الكؤوس 4 مرات، واخد الكونفدراليه مره، واخد السوبر الافريقي 8، واخد الافرو اسيويه مره، واخد 4 بطولات عربيه، واخد كاس الجمهوريه العربيه المتحده مره. النادي الاهلي اللي لعب في كاس العالم للانديه في رقم قياسي بعيدا عن بطل الاوقيانوس 8 مرات، لعب 22 مره وفاز بالبرونزيه 3 مرات. مش عايز البعض يحقد، مش عايز البعض يكره، مش عايز البعض يبقى متضايق من النادي الاهلي ووصوله، مش عايز البعض ممكن يجي منين وفين عشان بس يحاول انه يرميك بطوبه، لكن الطوبه دي ابدا لا يمكن ان تصل الى البطل. عارف ليه؟ لانك البطل الشامخ اللي راسك دايما مرفوعه. يلا يا اهلي ال11 في انتظارك.